أهلا بيكم ومرحبا في أولى حلقات برنامجكم الجديد مع ماما سمسمة. والحلقة النهاردة للبنات والأمهات، يعني أي راجل يتفضل يطلع بره. لو بنتك وصلت لسن المراهقة فاعرفي إن في السن ده البنات بتحب تختار كل حاجتها بنفسها. أول الحاجات دي الملابس وحاجات تانية كتير زي مستحضرات التجميل. وهنا لما اقول مستحضرات التجميل مش معناها بقى روج ومكياج والرجوع والحاجات التقيله الجامده دي، لا، الحاجات الاساسيه الاوليه زي مرطب شفايف، مرطب للوش، مرطب للجسم، زي ايه تاني، زي غسول الوش اللي انت هتعوديها عليه بعد كده. وهنا مطلوب من كل ام ان هي تسيب بنتها تختار اللي هي عايزاه، عشان بعد كده تبقى بانيه شخصيه بتختار لنفسها اللي هي عايزاه، مش بتخلي حد يختار لها. يعني تعالى يا فلان اختار لي، لا، الغي من حياتها الموضوع ده، خليها هي تختار. هتختار مره وحش، هتختار مره حلو، وبعد كده هتبقى بيرفكت. في السن ده لازم تعوديها على النظافة الشخصية، سواء كانت في ملابسها الشخصية أو الملابس الخارجية أو فيها هي شخصية. لازم تبقى نظيفة بره وجوه، زي تغيير الملابس الداخلية مرتين في اليوم، وإن هدومها الخارجية لازم تكون نظيفة وتتغير كل يوم. حاجة تانية كمان، سن المراهقة بيبدأ يظهر غدد جديدة في الجسم بتفرز ريحة عرق ما بتبقاش حلوة، فالمفروض تعلميها ازاي تستعمل مزيلات العرق وازاي تعمل مزيلات عرق طبيعية عشان ما تضرش جلدها. تعلميها كمان ازاي تزيل الشعر الزايد من الجسم، وده طبعا تحت رعايتك وتحت اشرافك، لانها جديده خالص ما تعرفش ايه اللي يضرها وايه اللي ينفعها، فحضرتك هتنبهيها ده كويس عشان البشره ما تلتهبش، ده لا نبعد بعيد عنه، وهكذا. علميها كمان تقص ضوافرها باستمرار وتغسل سنانها على الاقل مرتين يوميا. علميها ازاي تعتني بشعرها، وان هي تغسله مرتين في الاسبوع بالشامبو، وان هي تسرحه يوميا. يعني بنشوف حالات كده مش حلوة، بس احنا بنقول ان احنا نعلم بناتنا من هم صغيرين على اساس ان هم لما يكبروا يبقوا حاجة كده نفتخر بيها. علميها ان كل حاجاتها الشخصية لا يمكن تتشارك مع حد، ولو حد استخدم حاجة من حاجتها هي ما ترجعش تستخدمها. الحاجات الشخصية خط احمر، هي بس اللي تستخدمها. علميها النقطة دي عشان يعني ما تتعديش من حد حاجة، الكلام اللي زي ده. ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي وحطي لايك وشير وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، ولو عندك اي اقتراح نقوله المرة الجاية البرنامج بيرحب بيكم مع ماما سمسمة.